سيناريو الحرب المتوقع من العدو. بداية هذا السيناريو ليس من خيالي أو تحليل، إنما مأخوذ من العبر والعظات التي استخلصها العدو من حرب عام 2014. طبعا أنا حصلت على هذه المعلومات من بعض كبار الضباط في فرقة غزة. بداية موعد الحرب في أغلب الظن قبل 20/1/2021 سيقوم العدو الإسرائيلي والأمريكي بتوجيه ضربة إلى غزة قبل إيران في الغالب. سيكون موعد الضربة خلال فترة الأسبوع من يوم الأحد إلى يوم الخميس، بمعنى لن يكون لا في يوم جمعة ولا في يوم سبت. أرجح الضربة في بداية الأسبوع تقريبا يوم الأحد والله أعلم. سوف يقوم العدو بافتعال حدث يؤدي إلى رد للمقاومة، وبناء على ذلك سوف يستنفر قواته خوفا من رد فعل المقاومة، لكن فعليا سوف يستخدم استنفار قواته من أجل الحرب فعليا وليس من أجل ردة الفعل. سوف يستخدم العدو المفاجأة التي استخدمها في حرب 2008-2009 بنفس الطريقة، والتي تبدأ بضرب بعض الدورات العسكرية سواء كان في الحكومة أو كان في القسام، بالإضافة لبعض بيوت القيادات ومرابط الصواريخ. بعد الضرب الجوية مباشرة سوف يتم حشد القوات البرية والبحرية، مع العلم القوات البرية شبه محشودة وجاهزة. سوف يصاحب هذا الأمر فتح بعض عيون الأنفاق الذي بناها خلال السنوات الست الماضية، مع العلم جزء من الجيش الصهيوني سوف يخرج بلباس عسكري رسمي، وجزء منه سوف يخرج بلباس خاص بالمقاومة. مع العلم جزء من القوات الصهيونية سوف تخرج في المناطق المطرفة من قطاع غزة بلباس الجند الإسرائيلي. أما بعض المناطق الموجودة في داخل عمق قطاع غزة سوف يخرج منها بلباس المقاومة وسلاح المقاومة، وهكذا تم إجراء تدريبات ومناورات خلال الفترات السابقة. للعلم أيضا العدو الصهيوني قام بتجهيز زي عسكري سوف يستخدمه في الحرب فقط، وهذا الزي سوف يمنع المقاومة من عملية تقليده كما حدث في عام 2014. أيضا سوف يقوم الاحتلال بضرب منظومة الاتصالات السلكية حتى يقطع التواصل بين القيادة والجنود على الأرض. سوف يقوم بإلقاء منشورات من الطائرات، وسوف يرسل رسائل من خلال الإعلام الإسرائيلي يقول فيها ممنوع حركة كل المواطنين في داخل قطاع غزة، بمعنى منع تجول، وذلك بهدف منع المقاومة من الحركة والتحشد والمناورة على الأرض. سوف يقوم العدو بقتل أي شخص بتحرك على الأرض سواء كان مدني أو كان عسكري. سوف يمنع العدو قوات الدفاع المدني والإسعافات من الحركة على الأرض إلا من خلال تنسيق من خلال الصليب الأحمر. في حال التنسيق من خلال الصليب الأحمر للإسعافات سوف يتم وضع ملصق على ظهر الإسعاف حتى يتم التعرف عليه من خلال الطائرات الإسرائيلية. لن يسمح لأي أحد بدفن الشهداء أو نقل الجرحى من المدنيين. سوف يقوم الصليب الأحمر بتوزيع بعض الأكفان الجلدية على بعض المواطنين أثناء الحرب بهدف وضع الجثث فيها ولا يتم نقلها. في حال خروج بعض القوات الصهيونية على الأرض سوف تقوم باحتلال المناطق الحاكمة وسوف تسيطر عليها بالنظر والنار لمنع حركة المقاومة على الأرض. في حال دخول القوات البرية سوف يتم ضخ غازات سامة في عيون الأنفاق الخاصة بالمقاومة، والتي قام العدو بمعرفتها سواء كان قبل الحرب أو أثناء الحرب بهدف قتل كل المجاهدين الموجودين داخل الأنفاق. أيضا سوف يقوم بضخ بعض المواد المشتعلة بهدف اختلاطها مع الهواء والأكسجين في داخل الأنفاق ثم يعطيها شرارة، وبالتالي يحدث انفجار فراغي، وبالتالي يهدم هذه الأنفاق على رؤوس الموجودين في داخلها. ربما البعض يقول هل من المنطق العدو يستخدم أسلحة دمار شامل؟ سوف يستخدمها في الأنفاق فقط، لكن في المناطق العلوية على سطح الأرض لن يستخدمها. للعلم العدو يعرف جزء كبير من أنفاق المقاومة خلال فترة السنوات الذي أعد فيها لهذه المعركة، طبعا من خلال بعض العملاء الذين زرعهم في المقاومة. وأعتقد عندنا وعند الاستخبارات وعند قيادة الحركة موجود معلومات دقيقة بهذا الجانب، خصوصا العميلين العبد الكريم شعبان أبو عودة من الشمال والعميل محمد فيصل ماضي، والذين تم إعطائهم أجهزة
ونزلوا في داخل الأنفاق ورسموا الأنفاق بشكل دقيق للعدو. طبعا حسب كلام بعض الضباط الصهاينة قال حرفيا أن هناك مناطق تم معرفة كل أنفاقها بشكل كامل مثل خان يونس. طبعا الاستخبارات تعرف هذه المعلومات بشكل جيد، لكنها لم تبلغها للأخوة المجاهدين على الأرض بحجة الحفاظ عن المعنويات. طبعا ليس الهدف من كشف هذا السيناريو أمام شعبنا ومقاومتنا إنه احنا نخاف، طبعا لا، وإنما تهيئة المقاومة والشعب للتصدي لهذا السيناريو وحرمان العدو من المفاجأة الذي تحدث بها معظم قيادات العدو، سواء كان نتنياهو أو كان أيزنكوت أو حتى كخافي خلال الفترة الأخيرة. ما هي المفاجأة؟ هذه المفاجأة أنا أتحدث فيها وأنا الآن أكشفها عن العدو بهدف ألا نفاجأ فيها أثناء المعركة. الآن السؤال اللي بيطرح نفسه، ما هو المطلوب سواء كان من المقاومة أو كان من الشعب للتصدي لهذا السيناريو؟ نبدأ في المقاومة والحكومة. بداية مطلوب منهم الاطلاع على كل جزئيات الفيديو وكل الملفات المرفقة، القبض على كل المشبوهين أمنيا في داخل قطاع غزة والتحقيق معهم. مع العلم قام العدو خلال الأسابيع السابقة بتحديث معظم أهدافه في قطاع غزة، إقالة كل من خان الأمانة الذي اؤتمن عليها ومحاسبة المقصرين. يقول تعالى: ليسأل الصادقين عن صدقهم، فالصادقين سوف يسألهم ويحاسبهم رب العالمين. كيف الكذابين؟ يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: ما من عبد يسترعيه الله رعيته يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. أيضا مطلوب من أعضاء المقاومة الاتفاق على لغة تفاهم بين أعضاء المقاومة بهدف حرمان العدو من استخدام لباسهم على الأرض، عدم استخدام الأنفاق إلا للضرورة، وخصوصا عند استخدامها كمعابر وصولية وليس للتمركز، بشرط أن يتم فحص كل نفق قبل النزول فيه، سواء كان من خلال حيوان أعزكم الله أو من خلال شب استشهادي، حتى نقلل الخسائر لو تم ضخ غازات في داخل هذه الأنفاق. استخدام الحركة فوق الأرض أفضل لكل الإخوة المجاهدين، ولكن بدون ما تكون الحركة مكشوفة ومريبة للحفاظ على أرواح الناس المدنيين. تجهيز كمائن ضد العدو في جل الأماكن أو معظم الأماكن التي ذكرتها في التقرير بهدف تحويل المحنة إلى منحة، بمعنى سوف يخرج من هنا. ركزوا الآن كيف تخطفوا جنود صهاينة من هذه المناطق إذا خرج العدو منها. ملاحظة في غاية الأهمية للأجهزة الأمنية الخاصة عندنا في قطاع غزة وللضبط الميداني: بعد نشر هذا الفيديو والمواد المرفقة معه راقبوا جيدا السلك والمعابر، لأنه في هناك الكثير من العملاء سوف يهرب باتجاه الاحتلال. ما هو المطلوب من الشعب؟ بداية الحفاظ على الجانب المعنوي واستيعاب المخاطر والصدمة والعمل على إفشالها. يجب توفير كل الحماية للإخوة المقاومين واحتضانهم وتسهيل حركتهم من خلال بيوتكم، لأنهم شرفكم وعزكم. الإبلاغ عن أي شخص مشبوه يتحرك على الأرض للأجهزة الأمنية والمقاومة. توفير معظم المستلزمات للبيوت من الآن بهدف عدم الحركة أثناء الحرب. استيعاب فكرة سقوط بعض المناطق في أيدي العدو لا قدر الله، ولا يعتبر هذا الأمر هو آخر الطريق، بل يجب أن يكون محفز للاستبسال في المقاومة ودحر الاحتلال. للعلم هذه آخر معركة سوف يقوم فيها العدو الصهيوني ضد قطاع غزة، ولذلك حشد كل قدراته وقواته واستعان بكل قوى الشر. وثباتكم الآن هو قتل حلم إسرائيل بالبقاء في فلسطين. فصاحب الهمة لا يقف حتى يتم المهمة. يقول تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. على فكرة هذا كلام خطة العدو. في حال فشل خطته في الحرب، الخطة تقول يجب رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح الدنيا على أهل قطاع غزة. فاصبروا وصابروا ورابطوا واثبتوا
واتقوا الله حتى يحكم الله أمره. انظروا دائما يرضخ الاحتلال لأسرانا البواسل في داخل السجون، مع أنهم لا يملكون إلا عزيمتهم وإرادتهم بثباتهم بصبرهم. في الآخر يرضخ الاحتلال لمتطلباتهم، فكيف ونحن بحمد الله رب العالمين نمتلك الصواريخ في داخل قطاع غزة؟ قلنا هذه آخر معركة وأضخم معركة وأصعب معركة، ولذلك الحكمة تقول: إذا تصارع الحق مع الباطل فالحياد خطيئة، بمعنى وجب نصرة الحق الآن. أسأل الله أن يحفظ شعبنا وأمتنا، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.